سفينة تايتانيك اتقلبت سمكة في المية. هو احنا ليه مش عارفين نخرج سفينة تايتانيك من تحت المية لحد دلوقتي؟ سؤال غريب وموجود وجه في دماغنا اكتر بعد ما الناس اللي غرقت في الغواصة غرقت. بدل ما الناس تنزل وتغرق جنب سفينة تايتانيك علشان تشوفها تحت المية، طب ما نطلعها احنا ونشوفها فوق المية ونتمتع بيها، او على الاقل تتحط في اي متحف وكل الناس تروح تشوفها. طب ايه اللي يخلينا لحد اللحظة دي ما خرجناش سفينة تايتانيك من تحت المية في المحيط الاطلنطي؟ سؤال مرعب بيطرح نفسه. طبعا زي ما كلنا عارفين سفينة تايتانيك كان بيتقال عليها أول ما اتعملت إنها السفينة التي لا تغرق. قالوا عليها إن عمرها ما هتغرق أبدا. كانت بحجم ملعب كورة كبير، ومن ضخامتها الناس كانت مفكراها مش هتغرق أبدا. وبدأت أول رحلة ليها من ميناء إنجليزي وكانت متجهة لأمريكا، يعني بتعمل رحلة طويلة. فعلا السفينة خرجت من ميناء وبدأت تمشي وقعدت 4 أيام في المية بحالة كويسة جدا وبتأدي أداء ممتاز. بس زي ما بيتقال بتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. السفينة وهي ماشية في عرض المحيط الأطلنطي في نص الليل في اليوم الرابع، في برج مراقبة بيبقى واقف على السفينة. فجأة ضربوا جرس الإنذار والطاقم كله اتفاجئ بانه في جبل جليدي قدام السفينه، ومش عارفين يعملوا ايه ولا عارفين يتفادوه ولا عارفين يعملوا اي حاجه، لان حتى المحور بتاع السفينه مش هيلحق ياخد اللفه كامله عشان يتفادى الجبل الجليدي. حاولوا وعملوا كل المستحيل عشان يحاولوا يتفادوا الجبل ده، لكن للاسف السفينه خبطت في الجبل. وبعد 2 ساعة و40 دقيقة بالظبط السفينة كلها كانت غرقانة تحت المية في المحيط الأطلنطي، علشان يموت من عليها 700 شخص من اللي موجودين عليها من أصل 2200 شخص. من اللحظة دي بدأت كل الصحف تتكلم عن الموضوع ده. السفينة اللي ما بتغرقش غرقت، ازاي بتقولوا ما بتغرقش؟ طب سؤال مهم، السفينة غرقت تحت المية والكلام ده من أكتر من 111 سنة. إيه اللي يخلينا النهاردة ما نعرفش نطلعها تاني بعد كل السنين دي؟ طب ما نطلعها ونشوفها. بديك شايف الرحلات وأبسطهم رحلة الغواصة اللي غرقت تحت المية وهي نازلة تشوف السفينة. يعني ممكن نطلع السفينة ونشوفها. ممكن يكون سبب عدم خروج السفينة من المية لحد دلوقتي الفلوس مثلا، يعني الفلوس مقصرة معاهم فمش عارفين يخرجوها. أكيد لأ، لأنه حتى الجهات اللي المفروض تخرجها لو ما كانش معاها فلوس تخرج، فأهالي الناس اللي كانت موجودة على السفينة في الوقت ده هم من أغنى أغنياء العالم، يعني ناس أثرياء جدا ومعاهم فلوس. معنى كده إن موضوع الفلوس ما كانش هيقف قصادهم في إن هم يخرجوها أول ما غرقت. بدأ المستكشفين والباحثين يفكروا في الموضوع ويقولوا إيه اللي ما يخليناش نخرج السفينة؟ طب نفكر إزاي أصلا نخرجها؟ سفينة بالحجم ده مش سهل خروجها كده. المشكلة اللي هتواجهنا أصلا في الموضوع إنها غرقانة في المحيط الأطلنطي، والمحيط الأطلنطي ده أكبر تاني محيط على مستوى الكرة الأرضية. طب يا ترى هنلاقي السفينة فين؟ هو المحيط دي كده إبرة في كوم قش. كوم قش إيه؟ ده كده مصنع القش نفسه. مش سهلة كده يا صديق، ده أنت الموبايل لما بيتوه منك وأنت في الشقة بتقلب الدنيا عليه اليوم كله، وبتفضل تتصل بإخواتك وباباك ومامتك وممكن الجيران كمان، وبتكتشف في الآخر إن أنت بتكلمهم من نفس الموبايل اللي أنت بتدور عليه. ما بالك سفينة بحجم تايتانيك؟ متخيل إن هم ممكن يلاقوها بالسهل جوه المحيط؟ ومع ذلك قالوا هنركن الموضوع ده على جنب ونبدأ نبص بشكل عملي إزاي نقدر نخرجها. إحنا أحسن حاجة نعمل مغناطيس كبير جدا يبدأ يجذبها من تحت المية، يعني ننزل المغناطيس ده ونجذبها ونطلعها فوق المية ونعمل اللي إحنا عايزينه بعد كده فيها. ودي كانت فكرة. وفي فكرة تانية قالت إن إحنا ممكن نغرق السفينة كلها بالنيتروجين السائل، وفي الحالة دي هتتجمد كلها، ولما تتجمد هتطفو فوق المية وساعتها نعرف نعمل فيها اللي إحنا عايزينه. لكن للأسف الآراء دي كلها ماتت بسبب الحرب العالمية الأولى والثانية اللي جم ورا بعض ولخبطوا العالم كله، ومحدش كان عارف يفكر لا في سفينة ولا في غير سفينة. ومن ساعتها مشروع إخراج السفينة بقى مشروع فاشل ومحدش هيهتم بيه الفترة اللي جاية، لأن كل الناس أصلا مهتمة هيعملوا إيه في الحالة اللي هم فيها، سواء حالة اقتصادية على مستوى العالم أو أصلا حالة نفسية للعالم كله. مين هيفكر يخرج سفينة؟ بعد ما الدنيا هدت في العالم كله بدأوا يفكروا تاني في إخراج السفينة من جوه المحيط الأطلنطي. وفعلا فضلوا يفكروا سنين طويلة لحد قبل 1985، يعني 73 سنة بيفكروا ومش عارفين يوصلوا لحل، لأن هم أصلا مش لاقيين السفينة. سنة 1985 وصلوا لمكان السفينة وحددوه كويس جدا.
حلو قوي لحد كده، يعني عرفنا مكان السفينه. ساعتها اكتشفوا مصيبه اهم واكبر بكتير، انه السفينه وهي بتغرق اتقسمت نصين قبل ما توصل لقاع المحيط، استقرت على بعد 3800 متر جوه قاع المحيط، يعني السفينه بقت نصين. واي محاوله لاخراج السفينه من العمق ده بعد مده السنين دي هتخرجها فتافيت وحتت صغيره، لان كل اجزائها بقت هشه، يعني ممكن يخرجوها ويروحوا يبيعوها في الحرفيين لو حد في الحرفيين رضي بيها اصلا. ساعتها قرروا كل المستكشفين ان هم مش هيخرجوا سفينه تايتانيك من تحت الميه، عشان في الحاله دي تبقى سمكه جوه الميه، لو خرجت هتموت، لكن هي كده تحت الميه ممكن تبقى متحف كويس جدا وموجود تحت الميه، يعني خروجها بقى شبه مستحيل. فضلوا ينزلوا ويشوفوا المقتنيات اللي جوه السفينه، ومن ضمن المقتنيات اللي لقوها دي ساعه لواحد كان راكب السفينه وغرقت معاه، والساعه دي وقفت الساعه 2 و28 دقيقه، يعني في نفس وقت غرق السفينه. وطبعا قالوا ساعتها انه الساعه دي وقفت في لحظه غرق صاحبها، قال يعني زعلان عليه، الساعه لما نزلت تحت الميه ما باظتش من الميه يعني. المهم ان تايتانيك من ساعتها ولحد دلوقتي بقت سمكه جوه الميه وما ينفعش تخرج، عشان كده سايبينها لحد دلوقتي جوه الميه ومحدش فكر يخرجها تاني، حتى لو كان الوسائل التكنولوجيه دلوقتي متقدمه جدا.